ما ينفعش بيراميدز ياخد الدوري، ما ينفعش. هتهد الدنيا، انت كده هتغير التاريخ. ما ينفعش بيراميدز ياخد الدوري. الحمد لله على النتيجه، الحمد لله احنا تعادلنا مع سيراميكا واللعيبه كانت رجاله. المدير الفني عنده شويه اخطاء شويه في التغييرات او في بدايه التشكيل، محمد حمدي ابراهيم، خروج ناصر ماهر، كل دي حاجات يعني ممكن كنا نتكلم فيها. لكن الحكم بوظ الماتش، ضربه جزاء علني لكريم حافظ بنفس الطريقه اللي اخذنا بيها ضربه جزاء قدام جنوب افريقيا لما لاعب جنوب افريقيا ضرب محمد صلاح على وشه، علني ما فيهاش اي كلام. الجون اللي بتاعنا اللي جه في اخر الشوط الاول، ما انا مش فاهم اتلغى ايه يعني، واقفين على نفس الخط. فين الاوفسايد في الموضوع؟ انا مش فاهم، انا ما اعرفش في ايه. ما ينفعش بيراميدز ياخد الدوري، ما ينفعش بيراميدز ياخد الدوري. طبعا يعني الف مبروك لجماهير نادي الزمالك، كسبوا الماتش، والف مبروك لجماهير نادي الاهلي. انا ما اعرفش الماتشات الثانيه دي حصل فيها ايه، بس سامع في كلام انه كان في اهداف لانبي ما اتحسبتش، بس انا ما اعتقدش انه الاهلي كان هيبقى محتاج للحكم يساعده يعني انا شايف انه هو يعني كان الطبيعي انه الاهلي يكسب انبي والزمالك يكسب سموحه. ماتشنا احنا اللي كان صعب، بس انا ما اعرفش الحكم كان ليه كده. حسبنا الله ونعم الوكيل. وانا بلوم على الاداره للمره الثانيه بعد ماتش الزمالك انه كان من الاولى استخدام حكام اجانب. احنا شفنا في ماتش الاهلي لما كنا بنلعب بحكام اجانب اداء الفريق كان عامل ازاي، لما اخذنا حقنا والاهلي اخذ حقه الناس كلها شافت الماتش كان عامل ازاي.